المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. سيمينار لضمان تأمين الغذاء في فورتساوا. بحث تجميع القرى في جنوب ووسط الدلتا. دورة تدريبية حول لغة الإشارة في إقليم الكاشبركة. معطل المئات في غارة جوية منسوبة لإسرائيل على مستشفى بمدينة غزة. الرئيس الروسي بوتين يلتقي حليفه الصيني شي جين بينغ في بكين. وانطلاق أول مناورة عسكرية حية للاتحاد الأوروبي على الإطلاق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تلقى المزارعون في مدينة فورتساوا تنويرا لتقديم منتجات زراعية تراعي سلامة الإنسان والحيوان إلى جانب جهودهم لزيادة الإنتاج. وأوضح مسؤول وحدة مراقبة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة الزراعة في إقليم الكاشبركة السيد سجيد أبراهام أن الهدف الرئيسي من التنوير المقدم لأصحاب البساتين هو توضيح أضرار المبيدات على الإنسان والحيوان بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وحث المزارعين بشكل عام ومنمو البساتين خاصة لاتخاذ احتياطات جدية، لأن المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تزيد الإنتاج يمكنها أن تسبب في مخاطر وفيات الإنسان ونفوق الحيوان. وذكر خبير مراقبة الثروة الحيوانية السيد مازا نجوسي أن على أصحاب المواشي توخي الحذر أيضا في منتجات الألبان واللحوم التي يقدمها للمستهلك، والامتناع عن تقديم اللحوم والألبان للمستهلك من المواشي التي طعمت من الأمراض الباطنية والجلدية حتى شفاؤها بالكامل. وأشار مسؤول خدمات المراقبة الإقليمية السيد حاجوس جبر مريم إلى تقديم محاضرات مماثلة في مناطق مختلفة، حاسا المزارعين على الامتناع عن استخدام المبيدات الحشرية دون علم المهنيين الزراعيين وممارسة أساليب الوقاية المتكاملة من الأمراض وزيادة الإنتاجية. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية فورتساوا السيد سليمان محمد علي أن السيمينار التنويري ذو فائدة كبيرة باعتبار أن المديرية تشهد أنشطة تنموية واسعة، داعيا المزارعين لاتباع إرشادات الكادر الزراعي. بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهى لدى لقائه سكان عدي وأفنبو وبيلول وكاميرا ووادي وبلعبوي في مديريتي جنوب ووسط دنكاليا، بحث سبل تجميع القرى للحصول على الخدمات الاجتماعية لتسيير حياة مستقرة. وقال إن تجميع القرى ضروري لحصول السكان على خدمات المياه والتعليم والصحة، مؤكدا على العمل لتوسيع الأنشطة الزراعية التي بدأت بقدرات محدودة. وتفقد مدرستي أفنبو الداخلية ومدرسة وادي الثانوية والحوت النافق الذي جرفته المياه في بلدة عدي. أفاد مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بريخ السيد أمان حديش بأن المعدات التي أدخلت في المركز الصحي التابع للمديرية تسهم كثيرا لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضح تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم ومتابعة الأمراض غير المعدية في المركز الصحي، مشيرا إلى أن الحوامل كن يجبرن للذهاب إلى أسمر من قبل لتلقي الخدمات الصحية. وذكر مدير مديرية بريخ السيد تسفو في السهاسيون تطور الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الأربعة المتواجدة في المديرية. نظمت جمعية الصم فريق إقليم الكاشبركة دورة تدريبية ل50 طالبا من مختلف مدارس مديرية بارنتو في لغة الإشارة استمرت 3 أشهر.
وأوضح مسؤول الجمعية في الإقليم السيد سمعون أبرهة في مراسم التخرج المنتظمة في 15 من أكتوبر أن الهدف من التدريب هو التخفيف من مشاكل التواصل التي يواجهها الصم. وأفاد المسح الذي أجري وجود 2863 من الصم في 16 مديريات الإقليم، بينهم 736 امرأة، غير أن المسجلين في الجمعية هم 96 فقط، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لتعليم الصم تحت عمر 16 في مدرسة غردات الداخلية. وحث على مساهمة الشركاء في التدريب الذي يقدم للمترجمين. وقال ممثل المدربين أن التدريب يساعد لتعزيز مساهمتهم من أجل حل إشكالية التفاهم مع الصم. وقال ممثل الخريجين أن التدريب مكنهم من المساهمة في التخفيف من مشكلة التواصل بين الصم والذين لا يفهمون لغة الإشارة. وأوضح مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يمان محاري أن من المهم مواصلة التدريب على لغة الإشارة حتى يتمكن الصم من المشاركة في جميع جوانب الحياة ويصبحوا مستفيدين من مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقدم المتدربون عروضا تعكس المعرفة المكتسبة. عقدت الشرطة سيمينارا يوم 13 من أكتوبر في مدينة أسماط بإقليم عنسبة لمكافحة الجريمة ودور المجتمع. وأوضح قائد شرطة أسماط هاشم إدريس أن رفع الوعي العام والمعرفة حول مكافحة الجريمة أمر أساسي لضمان السلم والأمن في المنطقة. وقال إن السكوت أثناء ارتكاب الجريمة يعتبر تواطؤا مع المجرمين، داعيا لتعاون الشعب مع الشرطة وتصحيح الأفعال المشينة الخارجة عن قيم المجتمع التي يرتكبها بعض الشباب. وذكر أصحاب السيارات الكبيرة والصغيرة العاملة في المديرية بمراعاة قوانين المرور وتجنب السرعة. وأوضح المشاركون أن افتتاح مركز الشرطة زاد من الوعي الشرطي وحل قضاياهم عن قرب. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن ضربة جوية منسوبة لإسرائيل أدت لمقتل نحو 500 فلسطينيا في مستشفى بمدينة غزة مكتظ بالمرضى والنازحين. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على شهداء مجزرة ساحة مستشفى الأهلية العربي، بينما سارعت الدول العربية وإيران وتركيا ودول أخرى إلى التنديد بالهجوم. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن قصف مستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات مذبحة وجريمة حرب لا يمكن السكوت عليها. ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى في غزة، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس إسماعيل هنية في خطاب بثه التلفزيون إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الهجوم على مستشفى في غزة أدى لمقتل مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن واشنطن وفرت الغطاء للهجوم الإسرائيلي. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور الصين لمناسبة انعقاد قمة طرق الحديد الجديدة. ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود صينية روسية لحماية العدالة الدولية، وأشاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالثقة المتزايدة بين الصين وروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على شبكة إكس أن الرئيس شي جين بينغ استقبل الرئيس فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى المنتدى، وأجرى الرئيسان محادثات قصيرة. وتستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى مبادرة الحزام والطريق واسعة النطاق التي أطلقها شي.
ودعا الرئيس الصيني أيضا إلى بذل جهود صينية روسية لحماية الإنصاف والعدالة الدوليين، مشيدا بالتنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال بين البلدين حسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا. يشارك نحو 2800 جندي هذا الأسبوع في أول مناورة عسكرية حية على الإطلاق للاتحاد الأوروبي في محاولة لتعزيز قدرة الكتلة على الاستجابة بشكل أسرع للأزمات خارج حدودها. وقال جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للصحفيين على متن السفينة الهجومية البرمائية خوان كارلوس الأول في قادس بإسبانيا: اليوم نفتح صفحة جديدة في دفاع الاتحاد الأوروبي، وتشارك 31 وحدة بما في ذلك الأصول البحرية والجوية والبرية والفضائية والإلكترونية من النمسا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ومالطا والبرتغال ورومانيا والدولة المستضيفة إسبانيا في التدريبات العسكرية التي تستمر أسبوعا. وسوف يقومون على سبيل المثال بمحاكاة هجوم برمائي لتأمين الميناء. ويجري التخطيط بالفعل للجولات المقبلة من التدريبات، ومن المتوقع أن تقود ألمانيا النسخة الثانية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2024. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال مسؤولون محليون في منطقة الأمازون البوليفية إن حرائق غابات هائلة اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي، ودمرت حرائق الغابات المحاصيل في منطقة سانتا كروز، بالإضافة إلى آلاف الهكتارات من منتزه نويل كيميف ميركادو الوطني، وهو بوابة إلى غايات الأمازون المطيرة. وقالت حكومة سانتا كروز إن هناك 12 حريق غابات نشط، معظمها في بلديات سان ماتياس وكونسيبيسيون وسان إجناسيو، وتم نشر طائرات هليكوبتر لمساعدة رجال الإطفاء والسلطات على الأرض. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بتذكير أهم ما جاء فيها. سيمينار لضمان تأمين الغذاء في فورتساوا. بحث تجميع القرى في جنوب ووسط دنكاليا. دورة تدريبية حول لغة الإشارة في إقليم القشبركة. مقتل المئات في غارة جوية منسوبة لإسرائيل على مستشفى بمدينة غزة. الرئيس الروسي بوتين يلتقي حليفه الصيني شي جين بينغ في بكين. وانطلاق أول مناورة عسكرية حية للاتحاد الأوروبي على الإطلاق. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.